فتتعب حنان كده اتفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا يعني خطوة كده عشان نشوف الجماهير طبقها. الحقيقة مش هتطرق كثيرا للنواحي يعني الأكاديمية الصرفة، ويعني موضوع الدين والعلم والعلاقة ما بينهم وكده، لكن أنا هخرج شوية مش بعيد يعني مش هخرج بعيد، هو برضه في صميم الموضوع، لأن يعني أنا بهتم يعني يمكن أكتر بالنتائج قبل الاهتمام بالتفاصيل الأكاديمية يعني. وأنا ليا ملحوظة إن يعني إن إحنا ما نربطش يعني الأكاديمية من الناحية العملية. يعني إحنا في ندوة اهوت والحمد لله الكلام يعني فيها كلام جميل، لكن أعتقد إن هذا الكلام يخص شريحة من المثقفين والعلماء والدارسين، لكن إحنا بيقابلنا مشكلة كبيرة جدا، مشكلة الإلحاد. الإلحاد هو مش موجود بس في المجتمعات الإسلامية، ده موجود في المجتمعات الأوروبية وفي أمريكا وفي العالم كله، ونسبته بتتزايد. يعني قيل يعني إن هو مثلا وصل حوالي 40% في أوروبا وأمريكا، وبعض الناس يعني بيتفاخروا بهذا الأمر، يعني إن هو ملحد. فإحنا قدام مشكلة عويصة وكبيرة وتحتاج لجهود متضافرة يعني. فأنا شايف إن التركيز على الجهود الأكاديمية، أنا كنت يعني اختلاف الأجيال والتجايل، جيل السبعينات غير جيل الثمانينات غير جيل الألفين، ما بعد الألفين، جيل القرن الواحد والعشرين. أيامنا إحنا كنا بنقعد نقرأ في الكتب وندور على الطعن ده في الدين وازاي وايه الرد عليه، ونسمع للشيخ الشعراوي ونسمع لمصطفى محمود ونسمع لزكي نجيب محمود، نشوف ده بيقول ايه وده بيقول ايه وده بيقول ايه وايه يعني، ونكلم بعضينا في هذه الامور كده بتاع. للاسف الاجيال الجديده، الاجيال الحديثه لم تعد تهتم بمثل هذه الامور. زي ما قال كده الدكتور امان، اختلاف الاسئله واختلاف الازمنه ده غير خالص الاسئله كنا بنقولها زمان غير الاسئله اللي بتتقال دلوقتي، والشباب غير مستعد نتيجه عوامل كتير، عوامل اقتصاديه، عوامل اجتماعيه، عوامل نفسيه، عوامل تجعله بعيد تماما عن يعني كل مش بيقرا حتى، ما عندوش فكره القرايه ان هو يمسك كتاب ويقراه، ما هوش عايز يمسك كتاب ويقراه. عايز عايز تيك اواي، عايز تقول يسالك يقول لك من خلق الله، تقول له الاجابه كذا 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 كذا. يسالك يقول لك يعني ما الفرق بين هذا الدين وهذا الدين، وما الفرق بين الكفر والايمان، ويعني ما الفرق، يعني اسئله عايزه اجابات سريعه وحاسمه وقاطعه. انا الحقيقه يعني بستدل على هذا الامر ايضا ابتعاد الشباب، ان حتى احنا مثلا في الندوه دي كل اللي حاضرين احنا فوق سن معين. ده في شباب الجهاد كده، الشباب يعني ممكن مش شايف حد غير الاستاذ بس يمكن جيل الشباب. فالشباب عازف حتى يعني ندوه زي دي، المفروض ان احنا لو كان على ايامنا كان زمان يعني انا جايب كل اصحابي بقى وكلنا جايين وبتاع نسمع هيتقال عن موضوع الالحاد، وايه ده موضوع كبير جدا واحنا كلنا فعلا مهتمين بيه وكده. لكن في عزوف يستدعي من الاكاديميين حتى والاعلاميين ومش عارف كل الناس ان هم يعني واقفه امام هذا ولذلك احنا حريصين مع كل جزء من اجزاء المشروع بتاع الدكتور امان نعرضه على اساس ان احنا بنبني الوعي، بننور. عايز انا شفت تجربه للدكتور امان وعجبتني جدا. الفيديوهات كان بيجي مثلا محدث معاه بيساله سؤال قوي جدا، هو بس الفيديو دقيقتين 2 بيساله سؤال قوي جدا، قيل كذا 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 بس عن زوجات الرسول، يقوم بيسالني
ايوه يقوم ايه الدكتور امان يجاوب على السؤال في دقيقتين اتنين بس. هو الشاب عايز كده، عايز بس اعرف تيك توك بسرعه. تيك توك في الاسئله اللي هي الايه القويه اللي بتسبب الالحاد والعزوف، يعني او عزوف الشباب عن الدين، لانه في ذهنه اسئله وحاجات عايز اجابات عليها. فيا ريت احنا نترجم يعني الدراسات الاكاديميه ديت لحاجات تناسب هذا العصر. احنا بنشوف حتى دلوقتي الغرب موضوع نشر اللغه بتاعتهم كده بيعتمدوا على فيديوهات كده بسيطه جدا، في صفحات سهلة. وعليها توصل لمئات الالاف، الفيديوهات بتوصل لمئات الالاف. بس الفيديوهات طويله، يعني تلاقي مثلا فيديو مثلا ايه ساعه مثلا ولا ساعتين عمال يتكلم، وطبعا عمر الشاب ما هيبص على حاجه، هو عايز حاجه 10 دقائق فيها سؤال وجواب بس. ندعو الدكتور امان الله يكرمه يكتر بقى من الموضوع ده ان شاء الله. طب شكرا دكتور وحيد.